وصفتنا اليوم هي مشروع للماكثة في البيت لشهر رمضان. يعني الصراحة وصفة رائعة تخدميها لأهل بيتك ولا تعتمديها كمشروع في رمضان. هنا راح نبدأ الوصفة تاعنا. عندي 3 كؤوس تاع فرينة راح ننخلهم بالطريقة هذه ونزيد عليهم 4 ملعقة تاع خميرة، 4 معالق تاع السكر، وراح نزيد عليهم ربع ملعقة تاع ملح. هنا ما راح نحتاجوا فيها لا بيض لا زيت لا حتى حاجه. هذا واش راح نحتاجه فيما بعد. راح نكملوا المكونات. راح نزيد لهم كاس حليب يكون دافي وتخلطي بالملعقه. يعني هنا الحليب ما تعتمديش عليه على حسب نوعيه الفارينه، حتى تشوفيها هكا تلمت. يعني تقدري تعجنيها بيدك ولا في البيترا. اللي ما عندهاش البيترا تقدر تعجنها بيدها، ما كان حتى مشكل. راح نعجنها هنا لمده 2 دقائق ولا 3، حتى واذا بيدك تعجنيها بنفس يعني الوقت. هنا بعد ما تعجنيها بالطريقه هذه زيدي لها ملعقه تاع زبدة أو مانغارين واش عندك في الدار. المهم حاجة دسمة هكا. راح تعجنيها يعني ملعقة ممتلئة. راح تكملي تلميها مليح وتخليها بعد ما تتلملك، حتى واذا بيدك راح تتقطع لك بصح عادي. تكملي تعجنيها شوية برك وتدخل فيها يا ربي 2 دقائق تكون تلمت لك. يعني اذا خدمتيها باليد شوفوها راح هنا بعد ما تعجنت راح تجي تتلاصق شويه بصح ماشي حاجه. راح نلموها. يعني كنصيحه حاولوا دائما تخليوا العجين تاعكم يخمر في حاجه تحديد، يعني تاع اينوكس تاع حاجه تحديد. حتى واذا مرميطه برما ديروا له شويه زيت وغطيو عليه يخمر لكم احسن، والخمور تاعو يجي احسن وكانه زاد تعجن. يعني الحديده ويعاونوا يعطيه يعني طراوه رائعه للعجن. شوفوا درك تشوفوا كيفاه تخمر وجا رائع. شوفوا هذوك الباب اللي دارهم جا رائع. يعني هنا راح تعرفي باللي العجينه تاعك راح تجي روعه. اي ماشي من البيترا العجين صح، البيترا تعاون ما نكذبوش، بس حتى الحديد يعاون العجين انه تخمر. الخميره تشتي الظلمه، يعني ديريها في حاجه حديد فيما بعد غطيها وغميها بحاجه كحله. يعني كيما نقول المهم قفلي عليها طول الضوء. هنا راح نجيب العجين تاعي بعد ما خمر لمده نص ساعه فقط. تخمر لي في بلاصه دافيه كي يكون دارك يعني سخونه. راح نقصهم بالطريقه هذه. انا راح نحشيهم اخرين بالجبن واخرين بالشيكولا، وراح نستخدم هذه البواط باش نخدمها يعني كمشروع اللي بغى يستفيد بها كمشروع يعني للماكثة في البيت. لو جاي رمضان تخدميهم بالمغرب هكا بنص ساعه تخرجيهم، ولا حتى يشريوهم الناس يسحروا بيهم. تقدري تحشي بالجبن بالشيكولا، تقدري تخليهم عادي كيما راهم. لوزيهم بالطريقه هذه. شوفي اذا راح تحشيها ديريها جوايه 10 غرامات في الحبه 12 غرام، واذا ما راحش تحشيها توصليها حتى ل 15 18 غرام في العجينه اذا بغات تخدمي يعني بالميزان وتثبتي يعني كيما نقولوا الوزن تاعها. راح نستخدمه في كل بواط راح نخدمه 6 حبات. واللي راح تخدم يعني للبيع باش تقولي لي البري كيفاه شحال نبيعها، تحسبي بشحال شريتي مثلا المكونات وضربيها في 2 تجيك المبلغ يعني اللي راح تبيعي به، باش كيما نقولوا ما تدي حق الناس ما تخلي حقك. راح نكمل هنا. ما راحش نحتاجو خاطر فيها مكونات بزاف، ما راحش تجي غاليه. يعني كيما هذيك البواط تقدري تبيعها ب10,000 12,000 انت تستافد. يعني ما راحش نحدد لكم انا البري بصح تشوفوا هكا وتغطيها وتخليها تخمر. يعني شوفوا هذوك 3 كيسان خرجت لي ما شاء الله يعني تبارك الرحمن، خرجت لي كونتيتي كبيره. هنا كاين اللي راح نحشيهم بالشيكولا هذه، اللي بغيتي تحشي بالنوتيلا يعني الماكسون هذوك الحوايج تقدري تحشي باي حاجه بغيتيها، ولا ما تحشيهمش عادي خليهم كيما راهم. انا راح نكمل كامل هذوك الحبات وراح نغطي عليهم ونخليهم يخمروا. من جهة ثانية راح نشوفوا راح نغطيهم كامل كيما هكا باش ما يبسليش ونخليهم يخمروا. راح نخليهم هنا بعد ما خمروا لي ما راحش نستخدم كيما قلت لكم البيض. راح تجيبي شويه حليب ملعقه تاع عسل تذوبيها في هذاك الحليب وتدهني البريوش تاعك. هذا واش راح تحتاجي في البريوش هذا تاعك. بصح واش نقول لكم خفيف لدرجه ما تصورهاش. حاولوا كي تدهنوه ما تقيسوهاش بزاف البانسو باش ما يرجعش يطيح لكم. بخوها هكا كيما نقولوا من الفوق برك تفرغوا عليها هذاك الحليب وتكوني شعلتي الفرن تاعك من قبل لمده على الاقل ربع ساعه 20 دقيقه على نار قويه. شوفوا انا هنا لعبت هذاكيه الصراحه بصح خليوها ربي تكلحت تكليحه تاع بالنيه. بنتي جابت لي بواط وانا زعما قلت ندير بالفرماج بالفوق باش نعرف اللي فيها شيكولا واللي ما فيهاش. اللي فيها فرماج بصح تكلحت. وتقدري حتى تزيني بالجلجلان عادي. انا هنا استخدمت الشيكولا والفرماج باش زعما نعرف. هنا البريوش تاعكم كي تخرجوه من الفور حاولوا دائما تغموه. غطي لها مشواره طرشونه دقيقتين برك وحلي عليه وزينيه هك بالعسل. شوفوا تشوفوا هذاك الطراوه بصح كي ما تغطيوش راهو يجيكم يابس. غطيوه يعني كنصيحه غطيوه 2 دقائق برك ونحيوا له يرجع له هذاك لاميديتي ويجي واش نقول لكم اسفنجي. شوفوا وين تحشات لي انا انه انا حشيتها بالشيكولا وزينتها بالفرماج. كي جابت لي بنتي لي بواط خلطت لي بين هذه وهذه.
المهم شوف، واذا راح تقدميها لاهل بيتك حتى اللي بغى يزيد العسل هكا ويشرب بها كاس حليب، واش نحكي لكم رائعه. شوفوا نحن نعت لكم داخل البواط، يعني باللي ها هي كي طايبه حتى من التحت، باش ما يجيوش اخرين ويقولوا لي كي ما طيبش ولا مش مليحه ولا. وصفه رائعه، يعني تقدري تعتمديها لبيتك، تخدميها بها كمشروع تستفادي به. في امان الله وحفظه.